عبد ربي اسم محمد الطوي، رئيس جمعية أنوار ديال السلوية. الجمعية تأسست منذ 1998. الهدف ديالها هو هدف سامي ورياضي محض، حيث المنطقة تتعيش الهشاشة والحرمان والحي خسر. حنا دخلنا على هذا الأساس باش نقضوا هذا الشباب هذا، ودرنا جمعية بالمساعدة ديال الإخوان، لأن حي الرحمة تبارك الله مليئة بالأطر والكفاءات. فأسسنا هذه الجمعية والحمد لله عطات واحد الصيت كبير على مدينة سلا. بالنسبة للمشكل ديال الجمعية، تتعاني من مشكل ديال الملاعب، بحيث عندنا ملعب ديال أنوال اللي هو عبارة عن ملعب صغير، وحاولنا نقادوه ونأسسوا واحد مدرسة ديال كرة القدم. تيحسوا الوليدات كاين إقبال بالنسبة للجمعية، كاين إقبال، ولكن الناس المسؤولين ما تيتصنتوش. عيينا من ريكلاميو وعيينا من الناديو، ومع الأسف الملعب تيقولوا باغي يديروا فيه عمارة، وداك الزحف ديال الغول كما نسميوه الغول الإسمنتي هو اللي طاغي على هذه المنطقة. ولا جيت تشوف ملعب حي الرحمة هو المتنفس الوحيد للساكنة، بحيث كل شيء تيبغي يلعب فيه. فهضرنا مع الناس المسؤولين، مع العمدة، مع المستشارين، مع السيد القائد، مع السيد باشا، وما عارفين هذه المسألة هذه. ما كاينش أذان صغير. يعني كاين ملعب واحد كازوني تيلعبوا فيه الفراقي ديال العصبة، الفراقي ديال الأحياء تمشوا مع. وبالنسبة للأنوال هي معروفة بتنظيم الدوريات، وهذا الدوري اللي تنظموا اللي حضرتوا ليه الآن فهو النسخة ديالو الرابعة، وتيمر في واحد الجو رياضي، بحيث تيتكون من 36 فريق موزع على 5 مقاطعات. يعني كل مقاطعة تنعطيوها الكوطة ديالها، وتنساعدوا الشباب باش يلعب، لأن ما عندهمش يلعبوا. حنا مضطرين لو كان الدوري يهز لنا حتى 40 فريق أو 50 كنا نقبلوه، ولكن مع الأسف داكشي محدود ديال الشهر، برنامج شهر رمضان. يعني في آخر 29 و 28 خصو يكون النهاية، يعني مضطرين باش ناخذوا 36 فريق. هذه من جهة. وكاين عندنا جمعية ماشي غير الرياضة، دايرين في الجانب الثقافي. يعني تنحاولوا الأطفال ديال حي الرحمة تيوصلوا لواحد المستوى اللي ما كانوش تيلويو، وهذا المجهودات ديال المكتب كامل، لأن عندنا واحد المكتب اللي هو متماسك ونشيط تيخدم ومنسجم. والحمد لله السمعة ديال الجمعية جات بفضل ديال المجهودات ديالهم والأطر ديالهم. حنا اللي تنطالبوا من العمدة ولا من السيد العامل، اللي درت سبق لي درت نداء السيد العامل، درت نداء السيد عمدة المدينة عبر الفيسبوك، فيشوفوا من حال هذه الجمعية ويشوفوا من حال هذه الساكنة ديال حي الرحمة، لأن جمعية أنوال تقول حي الرحمة، فحنا تنبوا باسمهم، لأن ما تلقاو حتى شي بلاصة تيجيو للبيت ديالهم الثاني هو جمعية. فتنحاول أنا من هذا المنبر النادي وتنقول للمسؤولين باش هذا الملعب يحاولوا يديروه ملعب بغاو يسميوه ملعب اخر، يسميوه بغاو يخليوه ملعب كوري كازينو، يخليوه. المهم هذا راه متنفس واحد، خصو يخليوه للساكنه ديال الحي والشباب والاطفال. ماشي غير دابا تجي تشوف تجي غير على بلا تيلعبوا حتى بالليل، ماشي غير النهار، حتى بالليل تيجيو يلعبوا. علاش ما عندهمش يلعبوا؟ تيلعبوا غير في الشاطئ تيلعبوا. حنا حاولنا نديروا هذا الملعب، كان قبل غير كريان اجتهدت الجمعيه ووظفت جميع الاطر ديالها وديناه ملعب صالح للعب. لعبنا فيه العام الاول الثاني الثالث الرابع دوري رمضان، نظمنا فيه دوري كاس العرش، نظمنا فيه دوري ديال قدماء اللاعبين. يعني جاو لعابه كبار لهاد الحي الرحمة اللي ما كانوش يشوفوا لعابه كبار ديال المنتخب ديال 86. جبناهم لهنا مثلا بحال انافيوس، بحال شي شاب، بحال لوزي، يعني لعابه كبار، خالد الابيض، كلهم جاو لنا. والحمد لله
جمعيه خدامه، ولكن خاص المسؤولين يعاودوا اعاده النظر.